مكيفة نتورك. مكيفة نتورك. النهارده معانا جن طبعا. مبدئيا يعني انتروديوسنج معلمي جن. سلم على الرجاله اخويا. السلام عليكم اخويا يا عم والله. المهم يعني النهارده اخويا احنا هنتكلم عن الفرق في افاكن بين زمان ودلوقتي، وكل واحد هيسأل التاني سؤال زي لون الحب كده عشان تبقى فير، وكل سؤال خد وقتك في اجابته زي ما انا هاخد وقتي في اجابه اسئلتك عادي. تمام؟ بس ما تاخدش وقتك قوي عشان مش هاخد وقتي قوي ما تقلقش. قشطه. قشطة. بما انك انت الضيف اخويا فاسالني اي سؤال عن افاكن. ابدا بيك انت اللي تسال يعني. انا اللي اسالك. ماشي. لا انت اسالني بس، وانت لسه بتلعبها اصلا؟ يعني لسه بلعبها بس بلعبها بطريقه غير اللي المفروض تتلعب بيها، فاهم؟ ما انا كده كل ما اسالك سؤال هضطر اسالك سؤال غير يعني لا مش مشكله. يعني بص لسه بلعبها بس اللي هو فاهم ايه، يعني مش بلعبها زي زمان كده زي ما كنا بنخش كده ونفضل قاعدين وبتاع. لا انا بخش اقبل لي على كام واحد واطلع عادي، فاهم؟ بس ده فرق يعني سمعت. هو احنا ما كناش يا عم كنا بنشقط كنا بنعمل. دلوقتي يا عم الموضوع اختلف يعني، فاهم؟ عقلنا شويه. بس ده كان بارت برضه حلومه بتاعت زمان. يعني نوعا ما هو كان بارت، بس انا اعتمدت على البارت ده وسبت الباقي، فاهم؟ حلو ماشي. ده كان سؤالك ولا ايه؟ لا يا عم لا. برضه بقول كده برضه. بص هو سؤال بقى ايه، هو يعني مش عايز اساله لك عشان تقعد سنتين تفكر فيه ان انت لو. لا عادي هجاوبك بسرعه ما تقلقش. لا لما كنت تسالني انا كنت قعدت فعلا كتير فشخ افكر. اسمع علينا يعني دلوقتي بقى احنا، هو اكيد حد تاني يساله لك، مش عارف اسالك ولا لا. انت يعني لو رجعت بالزمن بقى هل هتخوض نفس التجربه المعفنه المعرضه الاحمد دي تاني؟ لا خالص جاوبت بسرعه، فاهم؟ مستحيل. ليه يعني؟ هو كان فيها حاجات حلوه برضه، ان انا عرفت مثلا عرفتكوا مش عارف اتعلمت شويه حاجات بصراحه، فاهم؟ مخبيش عليك. بس لما كنتش اتعلمتها ما كانش هيحصل فرق كبير يعني، فاهم الفكره؟ بس مش كان يبقى ما فيش ماتريكس مثلا. لا ما طالما ما فيش ماتريكس يبقى جربها عادي، ما عنديش اي مانع. عادي يا عم نخش الجحيم ده تاني، بس فاهم اللي هو ايه يعني. المهم الرجاله، فاهم الفكره؟ ما انا عشان كده السؤال ده رخم. هو عشان هي التجربه كلها زباله، بس يعني قلت الحاجه الوحيده النظيفه يعني، فاهم الفكره؟ التجربه مشنشه بنت. طيب هسألك السؤال بتاعنا بقى. في رأيك ليه افاكن بقت أسوأ او احسن على حسب رأيك انت؟ عشان احنا كبرنا يعني بس. يعني انت بالنسبة لك افاكن ما اتغيرتش؟ لا اتغيرت. بقوا يحبوا الشواذ، بقوا عالم عرصة، وبقوا بيحطوا اعلانات، دي حاجة محرزة برضه. وايه تاني؟ بص ما بقتش لعبة. وحذروا الشتايم. اصلا بقى يعني اساسا انا كنت طفل، كان كل المصري يعني انا كنت بخش عشان كده اصلا. لا انا اول مرة اقول حاجة في اللعبة دي. ماشي. المهم عشان يعني هي دي الاسباب بالنسبه لك ولا في اسباب تانية؟ يا ابني ما يعني زمان كنت انت اللي يعني ما فاهمها لك. بص هو بقى دي هتبقى اجابه طويله بقى بقعد اقصص فيها بقى اشوف اللي انت عايزه. عادي. الاول كنت انت لسه طفل زي جود لسه فاهم، تروح في ميعاد وتنام في ميعاد، تروح في ميعاد. دي بقى كانت الفلتة بقى، دي بقى المكان اللي مفيش حد يحكمك فيه، مفيش حد يحاسبك بس الا بقى خلك يخش يهنج لك الروم اللي انت فيها. دول اللي كانوا بابا وهو العيال اللي بيتسخ. بقى اللي هو انا هنكر لك العيد. سعادة الباشا. غير كده خلاص هي اللعبة خليها من القرف. فجأة كده
تلاقي ان بقيت انت بقى بتطلع عقدك النفسيه على الناس، فانت بقى تبقى مضغوط طول اليوم وتخش ترضي في خلق الله كلهم بقى. انتوا مش خلاص بقى. زي حاليا، زي اللي انا بعمله حاليا في اللعب. ما بخشش غير عشان كده حرفيا. اي حاجه عايز تجربها بتشوف اي شخص مريض نفس زيك تخش تجربوها انتوا الاثنين، في حد بره عنه الحوار ده وداخل يتبسط يعني. انت مضمت عشان انت مبسوط كده بلا سبب بلا اي حاجه. في شتيمه بقى، يعني في شتيمه انت سمعتها هتموت وتقولها، داخل بقى واحد معدي في امان الله لا بيه ولا عليه ولا امك احلى. انا يعني انا اول مره اقول مومس كانت في اللعبه دي والله العظيم. ما كنتش بقولها. الناس هو ما اعرفش ايه هي دي شتيمه. انت بقى خلاص بقى انت بتكتشف. وبعدين ده كان القاموس بتاعي. تخش كده اي حته كده فاهم، ينعن قوس اختك فاهم انت. خلاص بقى. وبعدين دي يعني انت بتتعامل مع اجانب وخلايجه ومنايفه وخلاص انت فتحت بتتعامل مع الكل حتى ادنى خلق الله. خلاص بقى انت العالم كله اتفتح له. دي بقى كانت بوابتك للعالم. لا بس قبلها كان في لعبه كده على الفيسبوك اسمها مارشال. لا دي انا ما كنتش اعرفها. لا دي كانت وقتها بالنسبه لي. بس انا كانت فيها حاجات مختلفه كده، كانت الناس فيها محترمه. عبد الرحمن كتب وبنتعامل مع النسوان. وجهة نظر والله يا عبد الرحمن. ايوه لسه النقطه دي. انا بجد والله يا جدعان اول شقطتها كانت من افاكن برضه. هو انت لسه طفل، هي معاك لسه ما طلعلكش شنب. هو تقريبا انت لسه ما طلعلكش. انا لسه لحد دلوقتي ما طلعليش شنب يا اسطى. اتغاضى النقطه دي ما اتكلمش فيها بس. انا بلس يا اسطى ما ماشي. بص انت الحاج ده والله طلع له شنب يعني. خلاص انت لسه بقى يعني بتحاول يعني تطور نفسك، تبني نفسك، تبني شخصيتك. تخيل بقى ان انت في الفتره اللي بتبني فيها شخصيتك بتبنيها في المجتمع الوسخ ده. مش المجتمع الحقيقي، لا اللي انت فيه بقى، اللي انت مضيع حياتك فيه. اللعبه المعفنه دي. يجي بقى يبقى كلنا اطفال ويجي واحد زي فرانكو مثلا اللي هو عنده بتاع 20 سنه ومعاه عربيه وخاطب وكلها 5 ايام ويتجوز، واحنا كلنا اطفال بقى، ويقعد بقى يصرخ بقى طلب وشتيمه وتكي فاهم يعني. يقع في واحد زي بدون ذكر اسماء عمر مثلا. عمر يعني خلاص كلنا عارفين الحوار عمر ده. بس ما حدش هيروح يقول. ينفع زوجكم مش هينفع نوصل يعني. فواحد زي عمر مثلا وبرضك مش هينفع نوصل. يعني برضه ناس اكبر منك سنا فاعقل منك، خلاص اكبر منك وعدت بكل القرف اللي انت لسه هتعدي بيه دلوقتي. فخلاص بقى انت في المرحله اللي هو بيعمل فيك اللي كان بيتعمل فيه، وانت كمان شويه لما تفهم هتعمل اللي بيتعمل فيك ده في حد تاني برضه. يعني من الاخر كانت اللعبه جابت لنا عقد نفسيه بقينا بنطلعها على بعض. ما هي زي ما جابت لك عقد نفسيه هي شالت عنك عقد نفسيه تاني. ما برضك خليك صريح يعني. يعني انا من غيرها برضه كان ممكن ابقى متوحد عادي بصراحه. مش قصه متوحد يعني، مش هو ماشي. بص هو ماشي ده جزء يعني انا معاك. هي علمتك تتعامل مع الناس شويه. وممكن ان انت كطفل في المجتمع او على حسب التربيه اللي اتربيتها، الناس اللي حواليك الكلام ده، فكان ممكن يعني في ناس فعلا كان ممكن تطلع متوحده بجد. وفي ناس بالتالي في الفتره دي ما كنتش بكلم حد غيركم يعني. ما كنتش بكلم حد غيركم فعلا. انا كان عندي الفريند 500 وحاجه يعني وقتها كمان كان ده رقم، عارف انت وقتها كان رقم كبير مع ان العدد زمان كان اكتر من دلوقتي بكتير.
لا بعد كده بقى لما عملنا بقى جروبات واتس احنا وخرجنا بره اللعبه، بس ما زلنا جوه كوميونتي اللعبه، فاهم؟ امم بص بقى ودينا بقى لنقطه تانية وسخه، اوسخ من اللي احنا بنتكلم فيه. خلاص. رحت تضرب تكسد على صرف ولا سلام؟ انا كنت عيل صغير برضه، هو كان عيل صغير في سني. بقول لك هي القصه كده، هي في سلبيات كتير فشخ، بس قدام السلبيات دي في اجابات قليله، والفكره ان الاجابات القليله دي صعب تاخدها من حاجه تانية. امم يعني هي كانت بتوفر لك هي إيجابيات. قليله بس صعبه. بالظبط، يعني هو حاجات انت لازم مثلا يبقى عندك مثلا شله صحاب ساكنين جنبك وتنزلوا كل يوم وتتكلموا كل يوم، اللي هو انت كشخص لسه سنك صغير مثلا او اهلك مش بيدوا لك الحريه الكافيه، فخلاص انت الجزء ده يعني هو مهم فشخ ومش موجود. امم بتعوضه بحاجه تانية، هي مش اكيد مش نفس المتعه ولا نفس الحاجات اللي هتعدوا بيها، بس قشطه حاجه، اي حاجه لو انت لاقي وقتها، فاهم؟ مثلا هو اي خير وخلاص. بدل ما انت مضطر تمشي مع ناس او تصاحب ناس تبقى انت البارتي اكبر معاهم، ناس مش احسن حاجه، ناس اكبر منك اصغر منك. بص يعني هتبقى مجبر على ناس في فتره ما في حياتك في الحقيقه، عشان انت مش عارف تعرف غيرهم. فدي كانت برضك بتعوضك عن الجزء ده، انت دلوقتي مش مجبر، انت ممكن تعرف غيرهم وتعيش حياتك هنا بقى. انت هتبقى مقيد ان انت جوه بيتك، ما بتقومش من على السرير بقى قاعد طول اليوم لازق في التليفون. فده كان يعني هتبص لها كده من ناحيتين، جزء سلبي ان انت طول اليوم منعزل في الاوضه، بس انت معايش نفسك في حته تانية. امم فايش انت لو بصيت لها هتلاقي في سلبيه وايجابيه في نفس الوقت، بس هي سلبيه اكتر لان اللي انت الخبرات اللي بتاخدها في اللعبه مش هتطبقها في الحقيقه، وانت لازم تتعود تتكلم فعلا مش تكتب. فايش فرحتي بقى، يعني بعرف اكتب بسرعه فشخ، لو جيت كلمتني اقعد نص ساعه عشان افكر في حاجه يا عم يا عم اغلب اللي طلعوا من افاكن من افاكن بقوا رابرز. انت بتتكلم في ايه يا اخويا؟ بتكلم على الفتره بتاعت وقتها، يعني وقتها مثلا لو كان حد فينا اتقفش وهو بيلعب اللعبه بنت العرص دي وعرف احنا بنعمل فيها ايه، كان هيتص. يعني خلاص كانت حياته، او مش حياته بقى، يعني هو حياته في اللعبه، يعني الكارير بتاعه انتهى لحد هنا. اه فخلاص هو كل اللي اتعلمه ان هو يكتب بسرعه بجد، خلاص كده هي حياته كارير انطفى. امم بص ان هم مفيش طبيعي، اتعلمها من النسخ. النسخ ده اقذر حاجه شفتها في حياتي، لما كنت حملت اللعبه دي مستحيل كنت اعرف عنه. ماتريكس بيقول لك امي قفشتني انا بكتب نسخ. ما انا بقول لك هم قفشتهم، يعني هو بيكتبوا، يعني هو بيطلعوا بليست، فاهم؟ كانهم قفشتهم يعني خلاص فاهم، بقيت احداث. الحمد لله انا طول عمري ما اتقفشتش غير وانا بكلم عاشور في التليفون لما كنت بتخانق معاه. بص ان انت يعني شوف كل واحد فيكم اتقفش، انا ما اتقفشتش في اي حاجه تخص اللعب، قصاد ده التليفون اتحرق. بس انا لما اتقفشت ما حصليش حاجه، يعني هم افتكروا ان ده واحد جاي يتخانق معايا وخلاص، وانا بقى بشتمه وبتاع، فاهم؟ انا التليفون اتحرق، حبسي اكتشفني فالتليفون اتحرق، انا بقلع التليفون قطعها عليك. يعني اتحرق عشان انا كان وقتها حوار النسخ التلقائي ده بقى، الابلكيشن اللي بيشتغل مكان صوابع. انسخ بسرعه فشخ واشغل الابلكيشن، قلت لي النبي انا اسرع واحد في اللعبه، انا دلوقتي ماشيين هطلع كله من المكان وانا اللي هدي. يا اسطى انا كنت اعرف، يعني بويك يا اسطى كان بيفتح النسخ التلقائي ويروح ينام، فاللي هو ما انا عملت كده، ما انا عملت زيه بقى، حطيت التليفون على الشاحن وفتحته ونمت، ساعتها لقيت التليفون مولع اتحرق. كنا في الصيف ومسكني الفشل طول الليل ما فصلش شحن، بس اتحرق، هو فصل كله مش فصل خالص.
هو المفروض كان سؤال مين دلوقتي؟ هو سألتني صح؟ احنا الاثنين سألنا اصلا. ماشي، هسألك انا السؤال اللي بعده. ده في كتير ماشي حلو. هم 5. العلاقات في افاكن بالنسبة لك علاقات حقيقية ولا لا؟ بص صدقني يعني انا عارف بقى ان دي اجابه غبيه كلكم مش هتتفقوا معاها، بس صدقني هي حقيقه اكتر من اي حاجه تاني. ليه بقى؟ مع ان انا اكتر شخص متخزوق بسبب الحوار ده، وانت يعني بص انا شاهد. انا شاهد. انا شاهد كبير كمان. لا انت شفت ماتريكس؟ استنى. حلو السؤال اللي نمت لك ده، ما سألتهوش ليه؟ يا رب انا ما كنتش كاتب سكريبت ساعتها. زي حوار اسامه برضه في لون الحب. يلا اول حلقه ما كانش فيه سكريبت، بعد كده قمت كاتب السكريبت. يا عم ابقى اصورها معاك تاني يا عم، مش مشكله. ابقى اصور لك الحته دي مخصوص. المفروض تبقى حقيقيه اكتر من اي حاجه تاني، يعني اكتر من اي علاقه عموما. لو فكرت فيها يعني هنقول بمنطقين مختلفين. اول واحد لو فكرت منه هتلاقي ان هي فعلا هي اكتر علاقه حقيقيه في الدنيا، والمنطق التاني لو فكرت منه تلاقي ان هي اكتر شيء مزيف في الدنيا. فانت تبقى بقى محتار، وبقى ترجع بقى في الاول وفي الاخر على حسب انت ونصيبك. زي البطيخه هتطلع قرعه هتطلع حمراء وعدم المؤاخذه. هو انا بشوفها على حسب. ايوه ما بقول لك، ما على حسب انت ونصيبك بقى. فممكن الشخص اللي قدامك ده يبقى عنده عقده مثلا نفسيه من حاجه، وشايف ان انت الشخص اللي فكله العقده. هو مش يعني هو مش مدرك ان عنده عقده، بس مثلا هو محتاج لحاجه ما لهاش غير هنا بقى مع البني ادم ده. فخلاص احتياج وبتاع مش عارف ايه. ممكن بقى يعني في فتره ما الشخص ده خلاص بقى انا بقى هي الحاجه دي انا كنت محتاجها فعايزها محتاجها، خلاص دلوقتي انا مش عايزها. فالانسان التاني ده لو مفيش شيء معين كان شاددني ليه عموما بعيدا عن القصه والعقده والكلام ده، فخلاص بقى انت شوف لك حد يليك بقى انا اعمل بيه كده. يعني شوف لك بقى طرق تموت فيها، اي حاجه، شوف اي شغل روح الدفن. لكن في بقى ناس تانية بتبقى برضك مثلا مش عارفه تتعامل مع حد، نقول عندها مثلا نوع من التوحد مثلا محدش بيفهمه هكذا. انا فتبقى برضك عندك نفس الحاجه، فانت حاسس بيه ففاهمه مش عارف ايه. ممكن العلاقه دي تفضل مكمله لحد ما الشخص ده عقدته دي او مشكلته دي تتحل، فخلاص شوف حد غيرك. ده في حالة ان هو ابن متناكة. هو يا جدعان انا بحس يا جدعان بما ان اغلبكم موجودين هنا يعني اللي كانوا بيلعبوا افاكن تمام، انا شايف يا جدعان ان احنا كلنا مرينا بنفس المشكله دي مع بعض وطلعنا منها مع بعض. ما يعني ايوه فهي دي المفروض ان دي حاجه ايجابيه نوعا ما، يعني دي حلت لي عقده وحلت لكم عقده في نفس الوقت. فاهم الفكره؟ ماتريكس دلوقتي هيقول لي انت اللي كنت متوحد لوحدك صح؟ لا بقى لاش لا لا. انت وحظك بقى. هو شخص كويس فخلاص هو مش عايز حد تاني، حتى لو يعرف يكلم ويتعامل مع اي حد تاني فخلاص انا مش عايز غيرك انت اللي فهمتني من الاول، وهتفضل فاهمني حتى لو الناس كلها فهمتني انت اكتر واحد فاهم بقى. وناس تانية لا خلاص بقى انا اتعلمت اللي انا كان ناقصني، فاروح اشوف بقى حد يناسبني بقى حاليا نفس دماغي. شوف لك حد تاني بقى تفك له عقدته. مهمش يا ابن الاحبه اللي قلت علاقات ان انت تظبط اللي قدامك خليه بني ادم وتسيبه وتمشي او هو يسيبك ويمشي. بص ده بقى ده جزء من الناس اللي كانت بتخش الحياه حنين. وانا نفسي وتر هناك عايز ايه يعني. الله يعني هو مش يعني هو بالنسبه له الست دي كائن مقدس، هو مش عارف يتعامل معاها ايه يا اسطى. هو الست بالنسبه له يا اسطى مش كائن مقدس، هو الست بالنسبه له كس. فاهم انت الفكره؟
هو خلاص همش بقى شخصيتها، همش كل حاجه، انا نكتب طارق ناك، فاهم؟ بص هو يقول لك انا نكتب. يلا 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 بقى. انا نكتب راجل. السجود قبل ما اللعبه تلعبه. ان احنا كاطفال بالنسبه لنا برضك اللعبه دي كانت الحاجه الوحيده اللي فيك تتعامل مع بنت. جدعان احنا بنصور، ما تبوظوهاش يا جدعان، الله يرضى عليكم. فيلم مايكات بقى كده، واقعدوا استمعوا الى هذا النقاش. اقفل المايك كده. مش جن بيه. اقفل المايك عبد. بص ما تلبس كتاب ايه يا اسطى. انا لقيت طارق قبل كده في اللعبه. هو ده الواحد فينا اللي بيتنك في اللعبه في الحقيقه. ايوه. والله العظيم انا معايا برضه سكرينات وانا مالك طارق. مش عارف. كلنا معانا سكرينات احنا من ليك طارق تقريبا. الاوراق لا مش انيميشن. مش انت كنت بتنكوا نسخ يعني ولا مش فاهم؟ كنت بتضربه بالنسخ بتعوره يعني ولا